فصلوا عني الأجهزة وتركوني أموت أمام أمي. اسمي أيدن براكي، لم يتجاوز عمري السنة، من بريطانيا. ولكن منذ أن كان عمري 3 أشهر وأنا أعيش في المستشفى. كنت أعاني من مرض نادر جدا، لا أستطيع التحرك أو التنفس دون مساعدة الأجهزة. كانت أمي دائما بجانبي، لم تتركني يوما، كانت تحدثني وتعتني بي، كنت أشعر بحبها وأبتسم لها دائما. مع مرور الوقت، قال الأطباء إن العلاج لن يغير مصيري، وإنه لا جدوى من الاستمرار. أمي رفضت قرارهم بشدة، فرفعت القضية إلى المحكمة. قاتلت أمي لأجلي، وقالت إنني ما زلت أبتسم، وإن وجودي يعني لها العالم بأسره. ولكن في النهاية، قررت المحكمة أن تطفئ الأجهزة عني، ولن أرى أمي مرة أخرى.